ناس كتير بتحلم بالهجرة لأمريكا باعتبارها أقوى وأعظم دولة في العالم، إنها أرض الفرص لتحقيق كل أحلامهم. لكن هل أمريكا دولة مثالية وما فيهاش أي عيوب أو جوانب مظلمة؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. أول وأكبر عيب في أمريكا هو انتشار العنف بشكل كبير هناك. فأمريكا بتحتل المركز الخامس عالميا من حيث معدلات جرائم القتل، لدرجة إنه تم تسجيل 21,000 جريمة قتل بس في سنة 2022، يعني بمعدل أكتر من 55 حالة قتل يوميا. وكمان بتحتل المركز الأول عالميا من حيث حوادث إطلاق النار الجماعي أو العشوائي، بمعدل أكتر من 100 جريمة سنويا. ومش بس كده، أمريكا بيحصل فيها حوادث إطلاق نار جماعي أكتر من كل الحوادث اللي بتحصل في باقي دول العالم مجتمعة، ده بجانب العصابات المسلحة المنتشرة في ولايات وأماكن كتير. فلو قررت تسافر لازم تخلي بالك وتتأكد من أمان أي مكان قبل ما تروحه. كمان اقتناء السلاح في أمريكا قانوني، وأي شخص يقدر يمتلك أي عدد من الأسلحة زي المسدسات والبنادق بكل أنواعها. ومحلات الأسلحة منتشرة في كل مكان وبأعداد كبيرة، وبتلاقي الناس بتتسوق جواها كأنها في سوبر ماركت. وهتندهش لما تعرف إن أكتر من 85% من الشعب الأمريكي عندهم سلاح، وكمية الأسلحة اللي معاهم بتساوي 50% من عدد الأسلحة اللي بيمتلكها أشخاص مدنيين في العالم. ولو لسه عايز تندهش أكتر، فأمريكا لوحدها بتمتلك 20% من مساجين العالم، فعدد المساجين في أمريكا بيقدر بأكتر من 1,700,000 سجين، وده نتيجة لحالة العنف والجريمة الكبيرة وسهولة اقتناء السلاح هناك. ومن عيوب أمريكا اللي ممكن تتسبب حرفيا في إنك تفلس وتصرف كل اللي معاك هو تكلفة الرعاية الصحية. فلو أنت في أمريكا وما عندكش تأمين صحي، فأنت هتدفع مبالغ فلكية عشان تتعالج من حاجات بسيطة. فمجرد دخول الطوارئ الطبية بس ممكن يكلفك أكتر من $2,000، وعملية بسيطة مثلا زي الزايدة ممكن تكلفك آلاف الدولارات وتستنزف كل فلوسك هناك. فلو ما عندكش تأمين صحي في أمريكا، فحاول تهتم بصحتك كويس عشان ضريبة تعبك هتكون مكلفة لأقصى درجة. ولو أنت فاكر إن الحياة هناك كلها فسح وخروجات وانبساط طول الوقت، فأنت محتاج تراجع نفسك، لأن بيئة العمل في أمريكا قاسية وصعبة جدا. وأمريكا من دول العالم القليلة جدا اللي ما بتديش أجازة أمومة أو أجازة مرضية مدفوعة الأجر في أغلب الولايات. عايز تأجز يبقى على حسابك. كمان نظام التعليم الجامعي في أمريكا مكلف جدا، وكثير من الطلبة ما بيقدروش يتحملوا التكاليف دي. فمتوسط تكلفة التعليم الجامعي للطالب الأمريكي حوالي $100,000، وطبعا ممكن توصل لأرقام تعدي $500,000 في الجامعات المرموقة زي هارفارد. وكتير من الطلبة بيضطر ياخد قروض تعليمية عشان يقدر يكمل دراسته الجامعية ويسددها بعد التخرج. فلو قررت تسافر عشان تدرس في أمريكا لازم يكون معاك فلوس كتير. كمان لازم تعرف إن العنصرية من أكبر مشاكل أمريكا ومنتشرة بصورة كبيرة، خاصة بين أصحاب البشرة السمراء والآسيويين، وطبعا تجاه المسلمين في آخر 20 سنة. وده بيبان جدا في حاجات كتير، سواء التوظيف أو المعاملة أو حتى السلوكيات العنيفة تجاه الأقليات دي. والعنصرية في أمريكا ليها تاريخ طويل، وفي حركات نضال كبيرة ضد العنصرية لحد الوقت الحالي، وآخرها الحملة الشهيرة Black Lives Matter. ولو انت مبهور بصور الممثلين الامريكان المشهورين بالوسامة والاجسام المثالية، فممكن افاجئك واقول لك ان امريكا هي صاحبة اعلى عدد من اصحاب الوزن الزايد في العالم. ومشكلة السمنة تعتبر من اكبر المشاكل الصحية في امريكا، لدرجة ان نسبتهم تتجاوز 30%، يعني 30 من كل 100 امريكي بيعانوا من السمنة. وده بيرجع لشراهة الامريكان واعتماد اغلب انظمتهم الغذائية على تناول الاطعمة السريعة اللي بتسبب زيادة الوزن. في النهاية احنا حابين نبين ان مفيش جنة على الارض، ومفيش مكان مثالي حتى لو كانت أقوى وأعظم دولة في العالم. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.